نيمار في الفترة دي نقدر نقول انه وصل للبرايم بتاعه وقدر انه يحقق كل حاجة بالمعنى الحرفي سواء جماعية او فردية الا حاجة واحدة بس، وهي الكرة الذهبية. ودي اللي بسببها بيدعي نيمار انه خرج من برشلونة، لانه ادرك انه طول ما هو في ظل ميسي مش هيقدر يحقق الكرة الذهبية، وعشان كده كان لازم يخرج لباريس. وفترته في باريس سان جيرمان نقدر نلخصها كالاتي: اصابات، انخفاض في المستوى، انهيار في البدني، انهيار ذهني، واداء كارثي لا يمت بصله لنيمار اللي احنا عارفينه، لحد ما اداره باريس بتقرر انها تسيبه مجانا يروح للهلال السعودي. ويا ترى مع الهلال عمل اي حاجه؟ لا، ما عملش، وقضى الموسم كامل مصاب بالصليبي، والموسم اللي بعده بيتم فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، وبيرجع تاني لنادي الأم نادي سانتوس، وحاليا بينافس معاهم على الهبوط. وبيتحول نيمار من لاعب موهوب للاعب عبارة عن دليل قاطع على إن الموهبة مش كل حاجة، وإن العقلية أحيانا بتفرق. برأيك لو كان نيمار كمل مع برشلونة كان هيقدر يحقق الكرة الذهبية ولا لأ؟ يا جماعة، لو قصة الساحر نيمار زعلتكم فتعالوا معايا أعرفكم على قصة الساحر البلجيكي إيدن هازارد.